أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا بالليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل. انت مش هينفع تبقى مميز غير ما تكون احسن واحد في اللي حواليك، وعشان تبقى احسن واحد دايما فما فيش مجال للخساره، لازم تفوز في الماتش، لازم شركتك يبقى دايما سهمها في الطالع، لازم تأدي احسن اداء عشان تفضل متشاف من نفسك ومن اللي حواليك على انك ناجح، مفيش مجال انك تيجي رقم 2، لازم تحافظ على الصداره، لكن ده يا عزيزي مستحيل، لازم يجي عليك مره وتخيش، ولكن بما انك ناجح واستثنائي ومشهور فالاضواء مش هتسلط بس على لحظات نجاحك، لا دي مش هتفرقك كمان ساعه الاخفاق. كل غلطة صغيرة أو هبوط عابر في الأداء أو أي لحظة فشل هتعدي عليك هتبقى برضه يتبابلك. متخيل إحراج؟ عزيزي المشاهد، هي مش مسابقة ومش كل اللي ما طلعش الأول هيموت، يعني مش لازم نجيب 100%، اللي هيعدي 70% تمام، الطبيعة كده، الطبيعة زي ثانوية عامة، أنت بس محتاج تعدي درجة النجاح، مش لازم تبقى أحسن واحد، مش لازم تبقى أسرع واحد، مش لازم تبقى أقوى واحد. عزيزي المشاهد، الحياة قاسية علينا كلنا. واحد بيسأل حد يعني بيقول له إلى متى تقاوم؟ قال له حتى أصل. ما تنساش الجملة دي، إلى متى تقاوم؟ قال له حتى أصل، هفضل أقاوم، هفضل أعافر لحد ما أوصل. فقم وقاوم، ولسه الطريق طويل بس الأمل أطول، وما دمت أنا ماشي لازم في يوم أوصل، وقصتك لم تنتهي بعد، أنت بطل قصتك وقصتك لم تنتهي بعد، بس خليك بطل بجد، خليك بطل بجد، ووقت الجد فوق وسد. عايزين نعرف احنا بنعمل كده ليه؟ عايزين نعرف النية دي ايه؟ أول حاجة أنت بتبر نفسك، ليه؟ مش صعبان عليك نفسك من نظرات الإشفاق يوم النتيجة، من ناس حواليك وقاعدة تبص لك كده، ما تزعلش والسنة الجاية إن شاء الله تبقى أحسن، ليه؟ شيخ أنا يعني أصحابي مش كتير، اللي حواليا يعني مش كتير، واحد أو اتنين. أنت ما بتحبش تصاحب الناس ولا هو ده يعني ظروفك؟ يعني ليه مصاحب واحد أو اتنين؟ هو ده اللي دلوقتي جنبي، هم دول اللي جنبي دلوقتي. بيذاكروا ولا ما بيذاكروش؟ في نفس كليتك ولا مش نفس كليتك؟ لا مش نفس كليتي. مش نفس كليتك. طيب يا حبيب قلبي، بص يا احمد، حبيب قلبي، الانسان اللي عايز ينجح لازم يحط نفسه في بيئة النجاح. يعني اتعلمناها، التاجر اللي عايز يبدأ في التجارة بيقولوا له انزل السوق يا ابني، لو لقيت محل نص متر في نص متر خده، بس حط رجلك على الطريق الصح، واول ما تحط رجلك ربنا يساعدك، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. بص انت محتاج تبقى وحش في حياتك، وحش، الوحش اللي بيدوس على الدنيا، تدوس على كل حاجه وحشه في حياتك، تدوس على كل كلمه سلبيه بتتقالك وبتقلل ثقتك بنفسك، وتدوس يعني ما تظلمش حد، تدوس يعني تقفل ودنك عن كل الابواب السلبيه اللي في حياتك، وتركز على الحلم اللي قدامك، تحط هدفك قدامك كده، غمض عينك عن كل حاجه، عن عمك اللي بيتكلم عنك وحش، وعن زميلك اللي دايما بيمثل عليك، وعن المشاكل والضغوط، ركز هدفك قدامك اهو، غمضت عينك عن العالم كله، اجري في اتجاه هدفك، اجري، هتقع، وايه المانع؟ ما كلنا بنقع، هتقع تاني، وايه المانع؟ والله هتقوم، هتقع تالت، ما تقلقش، دي علامات انك هتوصل، بس لما توصل تحكي للعالم كله ان انت بني ادم كان عندك امل في وقت فيه غاب الامل من حواليك، وتفتخر بنفسك، تفتخر بكل مجهود بتبذله، تفتخر بكل يوم بتسهر فيه بالليل وانت تعبان عشان حلم. انت لازم النهارده تحط قوانين في حياتك، ما عادش وقت للعتاب، ما عادش وقت للخصام، ما عادش وقت ان انا اضيع وقتي مع ناس ما تستاهلش، ما عادش وقت ان انا يبقى انتمي واحد يائس اقول له غور يا عم من حياتي، غور اديتني يعني يأس موتني، ما عادش وقت ان انا اقعد افكر وادور انت مالك فلان ركب ايه ولا عمل ايه ولا راح فين ولا جه منين، انت مالك فلان اشتغل ايه ولا بيسوي ايه، انت مالك بنفسك، انت كنت فين وبقيت فين وهتبقى فين، فكر كده انت هتبقى فين كمان سنه، كمان سنتين، كمان 3،
انت هتبقى فين لما ابنك يقول لك يا بابا انت عملت معانا كده ليه؟ انت هتبقى فين لما تبقى عايز تشتري حاجه وتقف قدام نفسك وتعاتب نفسك، تعاتب نفسك على الحاجات اللي انت ما عملتهاش، تعاتب نفسك على المجهود اللي انت ما عملتوش. عمري ما هنسى ابدا اما قعد معايا جدي زمان وقال لي يا طاهر، اما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا احلام في عقلنا بيبقى ربنا عارف ان احنا عندنا قدرات تحقيق الاحلام دي جوانا، ويبقى عندك ايمان انك تقدر تعمل الحلم ده. انت لازم تبقى بني ادم قوي. هتحقق حلمك ازاي وانت قاعد دلوقتي خايف ما احلش حلو، خايف ما اجيبش الدرجه النهائيه، خايف اصل انا بنسى، خايف اصل انا متوتر، خايف اصل انا. لا، الاحلام عايزه وحش، بني ادم قوي. انت لازم تبقى بني ادم قوي، تبقى عارف ان انك تقدر تقفل كل الامتحانات لو انت عايز. تعبت؟ طب وايه المشكله ما تتعب؟ هو انت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد، هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ امال انت عاوز توصل لحلمك ازاي يعني وانت مرتاح ومدلع؟ باشا ما فيش حاجه اسمها نجاح من غير تعب. بص يا ابن حبيبي، ما كنتش خايف على مستقبلك بلاها دروس، بس ما تخشش درس من دول وانت بتغش، وما تستسهلش الغش، عشان غش ورا غش ورا غش والله هتيجي يوم امتحان الثانويه العامه نفسك ما تغشش، عشان عارف ان المصيبه دي كبيره هتوديني في حته بعيده قوي والله انت ما قدها ومش هتعرف تمسك نفسك. ما انت لو هتعرف تمسك نفسك في امتحان ثانويه عامه بدرجات هتغير من مستقبلك كنت مسكت نفسك في امتحان حصه، كنت مسكت نفسك في الواجب اللي انت عمال تنقل فيه ده من اول السنه. هتعرف بقى تمسك نفسك يوم الامتحان؟ لا. مامة محمد زي كتير من امهاتنا لا تجيد القراءة والكتابة، فانت قررت تعمل ايه؟ يعني ان انا اساعدها شويه، مثلا اقعد معاها بدل ما هي كانت بتقعد 3 أو 4 ساعات عشان تقرا 6 صفحات بس، كنا خلاص مثلا في نص ساعه. ببدا اللي هو اسهل على غيري اللي اعرفه عشان ربنا يسهل عليا. فاكتشف ان هو وهو بيقرا لوالدته بقى يقرا لنفسه، راجع للمصحف. من هنا البركه بقى، بدا الحاجه اللي كان مستثقل على قلبه يذاكرها بركه بقى، جيناتك بتختلف. للاسف انا ما بحبش اقول الكلمه دي بس دي الحقيقه. ايه بقى الحقيقه؟ ان الثانويه العامه سبق، اللي بيكسب السبق هو اللي بيشد في الاخر للاسف. فاللي هيشد ال60 يوم اللي جايين دول وكان بيهزر طول السنه كانه ما كانش بيهزر، كسل. واللي هيجي في ال60 يوم دول تقول انا تعبت ويريح كانه ما تعبش وضيع التعب اللي فات. انت الطبخه بتاعت حلمك استوت على النار، فضل رشه الملح اللي بتتعمل دي، لو ما اتعملتش الاكله بتبقى دلعه مالهاش طعم. لو انت لسه هتبدا، وعلى فكره العبره ولا بالوقت، العبره بالنيه وبالمجهود. خلاص هاني ما فاضلش وقت كتير، الثانويه العامه ما فاضلش فيها وقت كتير. في ناس بتنام عشان تحلم، وفي ناس بتقوم عشان تحقق حلمها. فانت لحد الان ما عملتش حاجه في بيتكم عملت بوم وخلت الناس تعيط من الفرحه. خلينا متفقين، هل انت متخيل ان النجاح سهل؟ النجاح في اي حاجه؟ الدليل هو مش سهل، ان مش كل الناس ناجحه. ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. لازم تعرف ان عشان تبقى كويس لازم تتعب قوي، مش تتعب بس، لا لازم تتعب قوي. جماعه لو النجاح سهل والله ما كان حد عانى في الحياه يا شباب. هي كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم،
كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم. لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم. يا رعود الشتاء يا جميع الأنم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم.